السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل الطرب المشوي في البيت بطريقه سهله جدا وكمان طريقه مضمونه. لو انتي من عشاق المشويات ودايما بتشتريها من بره، ولو بالاخص بتشتري الطرب من بره جاهز، فيفضل ان انتي تبدأي من هنا ورايح تعمليه في البيت، لان طريقته فعلا سهله جدا ومبياخدش منك اي وقت، وكمان حاجة نظيفة وانت ضمناها، وبتأكلي ولادك حاجة انت عاملاها بإيدك، يعني مفيش عليها اي اضافات من الاضافات اللي بتزود كمية اللحمة. بس اهم حاجة ما تنسيش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. الطرب عبارة عن كفتة ملفوفة بطبقة من الدهون، والدهون دي اسمها منديل، والمنديل ده يفضل ان هو يكون منديل ضاني. الدهون ديت هي من بطن الذبيحة، حاجة كده في منتهى اللذاذة ومنتهى الدسامة. اهم حاجة ان الكفتة بتاعتنا لو انت حابة ان هي ما تكشش، ممكن تضيفي عليها معلقة صغيرة من البيكنج باودر، وكمان ممكن ان انت تضيفي عليها اي نوع من الخضرة اللي عندك زي ما بتحبي طعم الكفتة. بس انا فضلت ان انا اخلي طعم اللحمة ظاهر اكتر. نص كيلو من اللحمة المفرومة، ضفت عليها بصلتين مبشورين ومتصفين كويس جدا من مية البصل. مية البصل انا هستخدمها ان انا ابل صوابعي واصبع بيها الكفتة. معلقة صغيرة من الملح، نص معلقة صغيرة من الفلفل الاسمر. بعجنها كويس جدا لغاية لما تعمل انسجة معايا والبصل يتداخل في اللحمة المفرومة. ببدأ ان انا احطها في التلاجة تتشمع شوية، وبعدين ببدأ ان انا اقطع منديل الدهون معايا. بتقطعي المنديل مربعات بالحجم المناسب ليكي، حابة تكبري براحتك او تصغري زي ما تحبي. طبعا لو لقيت اي كلكعة من الدهون في المنديل بقطعها، لكن ما بتخلصش منها. انا قطعتها وضفتها في الصينية اللي انا هسوي فيها الطرب بتاعي. الفرن بتاعي لازم يكون شغال قبل بوقت، يعني نص ساعة قبل ما ادخل صينية الطرب جوه الفرن على 220. يعني لازم يكون سخن جدا، ما ينفعش ان هو يدخل في درجة حرارة هادية. طبعا انا قبل ما بصبع الكفتة بكون بليت ايدي بمية البصل اللي انا سبتها، واحط صباع الكفتة جوه المنديل وابدأ ان انا الفه زي المحشي بالظبط. طبعا انت ممكن تسيبيه صباع الكفتة زي ما هو كده، او ممكن تقطعيه قطع صغيرة وتحطيها في اعواد الشيش طاووق وتسويها بالشكل ده زي ما تحبي. انا صبعت زي ما انتوا شايفين كده، وكمان عملت شوية اصابع كفتة، هي طبعا نفس العجينة واحدة. وعلشان اخد الطعم اللي هو طعم الفحم وطعم الشوى، ضفت قبل ما ادخل الصينية بتاعتي الفرن، ضفت قطع من الفحم اللي ولعتها 10 دقايق، وبعدين ضفت عليها شوية من الزيت، نقطتين كده من الزيت، ودخلتها الفرن. كل ما الفحم بتطفى برجع اولعها تاني وارجع ادخلها الفرن، علشان طول وقت سواية الطرب معايا يتشبع من ريحة الفحم، فيكون زيه زي اللي انتي شوياه على الفحم. طبعا لو انتي عندك شواية فحم هتغنيك عن الموضوع ده. وطبعا لازم نعمل جنب الطرب او اي حاجة مشوية شوية من الطحينة. هي عبارة عن طحينة وعلبة زبادي، طبعا في ناس ممكن تضيف توم على حسب رغبتك، انا ما بحبش التوم. آه، نص معلقة صغيرة من الملح، نص معلقة صغيرة من الكمون، معلقتين كبار من الخل وليمونة، وشوية من المية، وبنقلب الخليط ده كله مع بعضه. هيكون معاكي احسن قوام للطحينة. طبعا انت ممكن تتحكمي في قوام الطحينة لو حابة انت تخففيها او تتقليها على حسب رغبتك. الطرب في البيت حرفيا ما اخدش مني اي وقت ولا اي مجهود، والريحة كانت خطيرة جدا جدا وكانت قلب البيت. ما تخرجيش الطرب غير لما ياخد منك اللون الرهيب ده، وحرفيا الولاد وجوزك هيحبوا الاكلة دي من ايدك دايما. وشكرا للمتابعة.